السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن موضوع غريب شويه حصل امبارح في القاهره في الجامعه العربيه في شيراتون. حاجه مش متعودين انها تحصل في مصر كتير، ولما بتحصل دايما رد فعل الناس عليها ما بيبقاش الطف حاجه، بيبقى الموضوع صعب شويه ان احنا نتقبله، وده اللي هنتكلم فيه. رد فعلنا المفروض يكون عامل ازاي؟ وهل الصح ان احنا نستعمل عنف ولا لا؟ ده اللي هنتكلم فيه النهارده. وفي الاول وفي الاخر انا بقول رايي وبرياكت عشان المحتوى بتاعي يعتبر رياكت اكتر ما هو نقد. وفي الاول وفي الاخر انا بطرح عليكم القضيه، وكل واحد برضو يقول لي رايه في الكومنتات ايه، بس بعد ما تسمع الحكايه للاخر. امبارح في الجامعه العربيه اللي في شيراتون، اللي هي الاكاديميه البحريه، شابين وبنتين رفعوا علم المثليه اللي هو الرينبو فلاج. كانوا واقفين قدام في جنينه كبيره قدام الجامعه. وطبعا رد فعل الشباب اللي كانت واقفه في المكان ده حواليهم ما كانش ان هم يستقبلوا الموضوع طبعا عادي او يطبطبوا عليهم. الشباب جري وراهم وضربوهم والامن اتدخل. وبعد كده الجامعه اعلنت ان الناس دي مش من عندها وهي ملهاش دعوه بيهم اصلا. وبعد كده في ناس قالت لك لا، ده كل اللي كانوا واقفين في الجنينه قدام الجامعه دول من الجامعه. بس مش ده موضوعنا. موضوعنا اللي عايزين نتكلم فيه، هل صح رد الفعل ان الشباب دي تستعمل العنف معاهم ولا لا؟ مبدئيا كده، عشان الناس اللي فاكره ان انا بسوق للعنف، عشان الفيديو اللي عملته بتاع الملحدين كنت بقول ان في وقت معين لازم نستعمل عنف او لازم رد الفعل يكون قوي. لما تستهزأ بالرسول عليه الصلاه والسلام، لما تستهزأ بالدين المقدس بتاعي، الحاجه اللي انا بقدسها وبعبدها، انت بتيجي تهينها. ما ينفعش تبقى حاجه سهله عليا. ازاي عايز نتقبل دوت وانام بعد كده عادي؟ ما اقدرش. مفيش راجل مسلم دمه حر يقدر، مستحيل. مستحيل. تمام. فانا مش بسوق للعنف، بس في اوقات معينه انت حر تدور. يعني الملحد من حقه يدور ومن حقه يبحث. وقلت ان انا شخصيا عديت بالمرحله دي كلها. من حقه يسال كل الاسئله اللي هو عايزها، من حقه يقرا زي ما هو عايز، بس مش من حقه ان هو يشتم او يستهزأ او يغلط في الدين. ساعتها رد الفعل لازم يكون العنف. غير كده البني ادم اللي بيسال وعايز فعلا يعرف، بالعكس ده احنا لازم نرحب بيه ونديله كل المعلومات اللي هو عايزها، ونقعد لحد ما هو يزهق مننا اصلا معاه. طيب نيجي الموضوع بقى بتاع النهارده. هل الصح ان احنا نتعامل مع الناس دي بالعنف ولا لا؟ دلوقتي انت حر ما لم تضر، احنا متفقين على ده. ادام انت ما ضرتنيش انت حر تعمل اللي انت عايزه. انتوا حرين ان انتوا تختاروا ميولكم الجنسيه زي ما انتوا عايزين، ملناش دعوه. احنا مش ربنا اللي هيحاسبكم. عايز ميولك الجنسية تبقى كذا براحتك، عايز ميولك الجنسية تبقى كذا براحتك، عايز بمجنون وبتحب تطير في الهواء براحتك، ما حدش هيقول لك حاجة. كل واحد في الحتة اللي تخص الجنس دي براحته، ادام ما بيضرش حد براحته. بس تعال نتكلم بقى في اللي حصل ده. هل ده في ضرر لينا احنا ولا لا؟ اه في ضرر. ليه في ضرر؟ لان دلوقتي لو احنا سيبنا الناس دي ترفع العلم مرة واثنين وثلاثة والموضوع بقى عادي، هيترفع النهارده في القاهره، بكره هيترفع في اسكندريه، بعده في السويس، بعده مش عارف فين، ومصر كلها هتلاقيها قلبت ريمبو. هنبقى زينا زي المانيا وامريكا، والموضوع هيبهوأ مننا. تمام. ايه الضرر في كده بقى؟ الضرر في كده ان الموضوع لو بهوأ ووصل للدرجه دي، هتلاقي ان هو بقى بيتعمم في المدارس عادي. يعني ايه بيتعمم في المدارس عادي؟ يعني هحكي لكم قصه بسيطه كده. في المانيا في ناس من اللي انا بدربهم، طفلين كنت بدربهم، سافروا المانيا مع اهلهم وقاعدين هناك. مامتهم لما جت مصر اجازه بتحكي لي، بتقول لي ده في المدرسه عندهم ادوا لهم كتب كل محتواها عن الشذوذ الجنسي، وبيقولوا لهم ان ده عادي وان انتوا لازم تعرفوا من وانتوا صغيرين. صغيرين ده اللي هم كامل، عندي عندها 6 سنين. تخيل يعني ايه 6 سنين؟ فهم بيقولوا لهم ان انتوا عندكم في السن ده 6 سنين لازم تعرفوا ميولكم الجنسيه وتتعرفوا عليها، ويبقى عادي الموضوع ان انتوا. لا وكمان بيحببوهم في الموضوع دوت. ما لما تحط لهم في الكتب الريمبو، انا كان عندي زمان وانا صغير كتاب انجليش اسمه ريمبو، كنت بحب شكل الكتاب عشان عليه علامه القوس قزح. تمام. ما كانش لسه بقى في العبط اللي احنا فيه دلوقتي دوت. وانا متضايق جدا من الموضوع دوت، ان انتوا خدتوا رمز القوس قزح. ليه تاخدوه يبقى يخصكم والناس تبقى مش قادره تستعمله في اي حاجه بسبب اللي انتوا خدتوه؟ بس برضو مش موضوعنا. فلما تحط لهم الوان زي دي في الكتب وتخلي لهم الموضوع بالشكل الجميل دوت، الولد صغير يعني مش فاهم حاجه، فلو ما راحش يتكلم مع اهله تبقى مصيبه. لان ساعتها اهله مش هيعرفوا ايه الحاجات اللي بتزرع في دماغه، هو لسه طفل عنده 6 سنين. مش من حقك تعمل كده في الطفل بتاعي، من حق انا بس اللي اقول له الافكار اللي انا عايزها، لان هو لسه صغير. انا اللي ببني افكاره وانا اللي ببني له شخصيته، وانا عايز يا عم اربيه على الدين، انا عايزه يطلع بني ادم كويس. مش من حقك تعمل كده. فامتى نتعامل بالعنف؟ انا مثلا لو في الموقف دوت وفي مدرسه ابني حطه فيها عشان يتعلم، وعرفت ان المدرس جه اداله كتاب زي دوت، لا ده خلي بالكم كمان المدرسين هناك بيشجعوهم على الموضوع ده، لان المدرسين اصلا بيشجعوا على المثليه ما كانوش مثليين.
في المدارس اللي هناك. فتخيل لو ده حصل في مصر وانا قاعد في البيت كده، ابني رجع من المدرسه اللي عنده 5 6 سنين بيقول لي بص الكتاب دوت، وده المدرس او المدرسه بتاعتي قالت لي ان الموضوع ده حلو وعادي وبتاع، هروح رايح ماسك في زماره رقبه المدرس او المدرسه ده ومش مش هطلعها من ايدي، مش هعرف، مش همسك نفسي. ايه اللي انت بتعمله في ابني ده؟ ما ده ابني انا اللي بربيه مش انت. انت مالك بقى؟ يعني انت مش عايزني اتعدى على حريتك، بتتعدى على حريتي انا وابني واسرتي ليه؟ فانا ضد ان احنا نعنفهم مثلا هم ماشيين في الشارع. انا بتضايق قوي لما بشوف حد بيشوف ولد مثلا شكله يعني لابس لبس بناتي شويه، حاطط ميك اب مش عارف ايه، وماشي بطريقه مش رجوليه شويه، والناس تقعد تهزقه او تشتمه او انا ضد ده. سيبه هو ما عملكش حاجه، سيبه يمشي. كل اللي انت المفروض تعمله كبني ادم او كراجل مسلم ان انت تدعي له، لان هو مريض، ربنا يا رب يشفيه بجد، وادعي من قلبك بجد. انت ما تعرفش ايه اللي حصل له، ممكن يكون حصل له حاجه وحشه وهو صغير خليته كده، ممكن يكون عنده ظروف صعبه بجد، دي حاجه بتحصل. وفعلا في ناس منهم بيبقوا بيقولوا يا رب يعني طلعنا من اللي احنا فيه ده، عشان احنا مش عايزين نبقى كده. وانا شفت ده بعيني. وفي قصص حقيقيه كتير قوي. في فيلم مصري اتعمل اسمه اسرار عائليه، بيتكلم عن قصه حقيقيه بتاعت واحد فعلا كان عايش طول عمره هربان من المجتمع، وبيقابل حاجات صعبه قوي، بيقابل تنمر عشان هو بيقولوا جنسيه مختلفه شويه. وفي الاخر بعد رحله علاج اتعالج وبقى بني ادم طبيعي، وعاش حياه طبيعيه، وقدر يستمتع بكل حاجه ما كانش قادر يستمتع بيها قبل كده، وفهم الدنيا على حقيقتها بعد ما رجع طبعا واعترف لاهله بكل حاجه، واهله وقفوا جنبه كده. تمام. فلو احنا نقدر نساعد البني ادم دوت وهو فعلا عايز يساعد نفسه، لا ده احنا لازم نساعده، وساعتها انت هتاخد ثواب عليه اصلا كمسلم. فاهم؟ لو هو مش عايز يعمل كده، عايز يعمل ماركتنج بقى، عايز يرفع اعلام، وعايز يغصب عليك ثقافه انت مش عايزها. ما احنا 95% من المصريين مش عايزين ده، معلش، ما احنا يا مسلمين يا مسيحيين، والاثنين رافضين الموضوع ده تماما. فانت عايز تفرضه على مين؟ لو انتوا 5% انت عايز تفرضه على 95% وعايزهم يسكتوا ويقولوا عادي ونقول دي حريه؟ لا دي مش حريه، انت كده بتضرنا. واحنا مش هنسيب ده ينتشر. طول ما في رجاله في مصر، وطول ما في رجاله في البلد دي زي الرجاله اللي ردوا على العيال دي، احنا عمرنا ما هنسيب الموضوع ده ينتشر. ومش هينفع يبقى عادي، مش هينفع نورماليز زي ما بتقولوا، او زي ما منتشر نورماليز. مش هينفع نورماليز ده هنا. حقك عايز تعيش في بلد بتعمل كده، انت بعد العلم اللي انت رفعته ده كندا هتاخدك اصلا. روح يا عم كندا، ارفع اعلام، البس العلم، حط العلم في بقك، عيش، ما حدش يقول لك حاجه، براحتك. بس هنا لا، احنا مش عايزين ده، فانت عايز تغصبه علينا ليه؟ كلام منطقي ولا مش كلام منطقي؟ قولوا لي رايكم برضه. فانا ضد العنف مع الناس دي طول ما هم في حالهم وما اذوناش في حاجه. بس وقت استعمال العنف هو الوقت اللي احنا هنحس ان احنا بيتفرض علينا فيه الثقافه دي، وان بيتعمل لها ماركتنج، وان اطفالنا هتشوفها. انا اولا راجل مدرب، يعني راجل تربوي، بشتغل مع الاطفال بقالي يمكن 12 سنه ولا حاجه. لو شفت طفل من اللي بدربهم بيرسم العلم ده او ماسكه او اي حاجه، هروح اتكلم معاه بالراحه وافهمه واقول له انت شفت ده فين؟ مين اللي قال لك عليه؟ هفهم منه كل حاجه الاول، اتكلم معاه عشان انصحه، عشان ده واجبي عليه. انا مدرب بدرب رياضه، بس الرياضه هي التعليم، ويمكن اهم كمان. بس فساعتها لما الموضوع يبقى متعلق باطفالنا ومتعلق بمستقبلهم، يبقى احنا ساعتها لازم نستخدم العنف، مفيش حل تاني. فمش من حقكم تعملوا كده. عايزين تعملوا كده، سافروا، روحوا كندا، روحوا اي دوله بتسمح بدوت، وعيشوا واعملوا اللي انتوا عايزينه، وساعتها انتوا براحتكم بقى. فاهم؟ انتوا خلاص مشيتوا من الناس الوحشه اللي هم احنا اللي مش حابينكم ومتضايقين منكم، ورحتوا بقى مع ناس ثانيه بتحبكم، وعيشوا. انما ما تغصبوش علينا ده بس. وده نفس الكلام اللي انا قلته على الالحاد برضو. انت يا عم راجل ملحد، راجل مش عاجبك الدين، مش مؤمن بيه، ده حقك براحتك. اعبد فيل ابو زلومه، محدش يقول لك حاجه. بس ما تعملش برضو ماركتنج للموضوع وتطلع تشتم وتغلط في الدين بتاعي، ومنتظر ان انا كراجل مسلم عندي كرامه هسكت. مستحيل، مش هسكت. وانتوا عارفين ان احنا طول عمرنا اقوياء، وعارفين ان ضربتنا قويه، وعارفين ان محدش فينا بيسكت، لان احنا متخلفين وشايفين ان احنا هنخش الجنه. بس ده كان رايي في الموضوع، ده كان فيديو النهارده. قولوا لي رايكم برضو في الكومنتات في كلامي، وقولوا لي رايكم المفروض نتعامل معاهم ازاي. ربنا يسترها علينا، عشان في حاجات غريبه بتحصل في اول السنه دي اهو. احنا داخلين على 2025، من اولها بدأ حاجات غريبه، في اطباق طايره ظهرت وفضائيين هتكلم عليها في الفيديو الجاي غالبا. ففي حاجات غريبه بتحصل، فربنا يسترها علينا، عشان مش عارفين هنشوف ايه في السنه اللي جايه دي. ربنا يلطف بينا عشان شكلها نهايه العالم. ليلتكم جميله، اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.